مرحبا متابعينا، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وين ما تكونون. اليوم حبيت انزل لكم كبة الحامض شلغم. راح نسويها بالجريش والبرغل الناعم والسميد، ونسويها بطريقتين، الكبة الحمراء والكبة الصفراء. طبعا اكيد انا الكبة راح اسويها على طريقتي مو طريقة احد، فاتمنى تعجبكم وتطبقوها وتابعوا الفيديو الاخير حتى تشوفون طريقتي بتحضيرها. أول شي راح أبدي بتحضير العجينة. هنا عندي الجريش، أستخدم هذه النوعية، نوعية النورس، نوعية كل زينة. راح أضيف كوبين أو 3 أكواب العفو من الجريش اللي حتى تميزوه عن البرغل الناعم يكون بيه حبة بيضة مثل ما تلاحظوا. هنا عندي البرغل الناعم، طبعا الأكياس يجي مكتوب عليها هذا جريش وذاك برغل، فما راح تحيرون بيناتهم. راح نستخدم البرغل الناعم كوب ونص، يعني البرغل الناعم نصف كمية الجريش. وهنا عندي نص كوب من السميد الناعم. هنا طلعت عندي قشرة سوداء من البرغل. راح أضيف ملعقة ونص من الملح، وأكيد الملح يكون حسب الرغبة، وملعقة إلا شوية كبيرة من الكمون. أخلط المكونات وبعدين أضيف لها المي الدافي، بس المي شوية مايل للحرارة أكثر. بالبداية استخدمت كوبين من المي، وأقلب المكونات. إذا أشوف بيها حبات ناشفة فأضيف لها بعد مي. هنا ضفت كوب راح أستخدم، يعني صار عندنا لحد الآن 3 أكواب من المي. هسه خلطت هاي المكونات، أترك حبات البرغل والجريش والسميد حتى تتفتح تقريبا نص ساعة على ما أسوي حشوة اللحم. هنا خليت طاوة على النار وبيها شوية من الزيت، ما نكثر لأنه حشوة الكبة لازم ما تكون دهينة. راح أضيف حبتين من البصل حجمهم كبير، ثارمتهم بشكل ناعم. طبعا راح أستخدم كيلو من اللحم، فاستعملت حبتين من البصل. إذا كمية اللحم اللي تستخدموها أقل فأكيد تقللون البصل. أقلب البصل إلى أن يذبل، وبعدين أضيف عليه اللحم. طبعا اللحم يكون مغسول، ونستمر بالتقليب إلى أن يتغير لونه. ما نضيف له أي شيء، لا الملح ولا البهارات، إلى أن يتغير اللون ماله. طبعا نحمسه على نار عالية. هنا راح أضيف ملعقة صغيرة جدا، يعني ملعقة الاستكان من ال7 بهارات، ما أحب أكثر حتى نكهة الكبة تكون واضحة أو طعم الكبة يكون واضح، والملح يكون حسب الرغبة. وإذا عندكم بهارات الكبة أكيد تكون طيبة، ممكن تضيفون فقط فلفل أسود، ممكن كبابة فقط. البهارات تبقى حسب الرغبة. أستمر بحمس اللحم أو الحشوة إلى أن تنشف منها السوائل، وإذا الحشوة يكون بيها شوية دهون فيفضل أنه تصفوها حتى ما تتفتت عندكم الكبة. نرجع على العجينة مالتنا، صار نص ساعة. راح أبدي أقلبها وأشوف السوائل اللي بيها كانت كافية لو لا، ومحضرة يمي كوب من المي الدافي، يعني هذا يعتبر الكوب الرابع. يعني بديت أعجنها ودا أشوفها تحتاج بعد مي، فأضيفها بشكل تدريجي. وطبعا الكوب الرابع أنا ما استعملته كله، استخدمت تقريبا نصه. إذا ما تقدرون تعجنون العجينة بالإيد ممكن تخلوها بمحضرة الطعام أو ماكينة ثرم اللحم، إلى أن تصير العجينة عندكم ناعمة جدا ويكون تشكيلها سهل. أنا هسه من راح أعجنها زين، وهمين أتركها ترتاح تقريبا ربع ساعة وأرجع لها. هم بعد مر ربع ساعة أعجنها مرة أخيرة. تلاحظون العجينة شلون صارت، مجرد عجنتها بالإيد، ما خليتها بماكينة ثرم اللحم. هسه نبدي نشكل العجينة. نبلل ايدينا بشوية مي وناخذ مقدار من العجينة، طبعا تعتمد على حجم الكبة اللي تحبوها انتو. انا احب الحجم يكون وسط، لا كبير زايد ولا ناعمات، يكون وسط. واحشيها بكمية زينة من اللحم واغلقها زين، واشيل العجين الزايد منها،
ونبدي نكببها بهذا الشكل، ونتأكد انه ما يكون بيها فتحات، وتصير عندنا جاهزة. نسوي وحدة ثانية قدامكم. طبعا اكيد هذا الشرح للمبتدئات، ويفضل انه تفتحون العجينة بشكل خفيف، ما تكون ثخينة حتى تستوي ويكون شكلها احلى وطعمها اطيب. طبعا ممكن تشكلوها حسب رغبتكم، ممكن كرات تسووها او ممكن بشكل طولاني او اقراص مثل ما اني سويتها. هسه هنا اني محضرة جدر ماي على النار، بدأ يغلي، وضفت له رشة ملح، وراح ابدي انزل الكبة بيه حتى اسلقها. اني الصراحة نهائيا ما افرز الكبة بدون سلق، هاي الخطوة تكون مضمونة، وبنفس الوقت هي الكبة هنا راح تستوي. شو وقت ما احتاجيتوها، اذا مستعجلين حبيتوا تسوون لفات كبة مسلوقة، بس تطلعوها تحموها تكون جاهزة للاكل. فمن بعد ما انسلقت اني طلعتها من المي وخليتها على صفحة حتى تبرد. هنا نجي نسوي حامض شلغم. خليت جدر على النار وبيه شوية زيت، وضفت حبة بصل مقطعتها وسط. لما انحمس البصل انزل عليه تقريبا 3 حبات او 4 حبات من الشلغم اللي هو الزفت. طبعا قشرته وقطعته مكعبات، والحجم يكون حسب الرغبة. من بعد ما انحمس عندي الشلغم، نزلت عليه تقريبا 10 ورقات من السلق مثارمتهم بهذا الشكل، وابدي احمس السلق. طبعا اكيد كل ام بيت وطريقتها بتحضير الاكلات، فأنا هذه طريقتي متعلمتها من الاهل من الاصدقاء، يعني كل مرة اتعلم شغلة من احد واحب اوصلها لكم. طبعا مثل ما شفتوا اني ضفت رشة من الفلفل الاسود، وهنا عندي عصير 5 حبات من الطماطة، وياها ملعقتين كبار من المعجون طماطة، خلطتهم سوية ونزلتهم. لما انحمس زين ضفت عليه المي المغلي. طبعا هنا أنا كنت مستعجلة ووقت ما كان عندي هواي، فنسيت أنقع التمن من وقت. لازم التمن يكون منقع من زمان حتى شوية يتفتت، بس مو مشكلة ما أثر يعني. فمثل ما شفتوا حطيت تقريبا قلاص من عصير النارنج، تركتها تغلي المكونات. هنا أجي أحضر الحامض شلغم الأصفر. ضفت بصل وشلغم مثل الخطوات السابقة. ورا ما انحمس الشلغم ضفت السلق، واتركهم على نار هادئة مثل ما تشوفون هنا شلون انحمسوا. وضفت رشة من الكركم، وراح اضيف الكاري. الكمية تكون حسب الرغبة، بس انا ضفت ملعقة صغيرة او ملعقة ونص. ورشة من الفلفل الاسود، اذا تحبون تضيفون ماجي همين ينطي طعم طيب. وضفت رشة من الملح. احمس المكونات تقريبا لمدة دقيقة، وانزل عليهم المي المغلي، يعني تقريبا نفس الخطوات السابقة. هنا بس يفرق انه ما ضفنا معجون، ضفنا البهارات. هنا رجعت على المرقة الحمراء او حامض الشلغم الاحمر، بديت انزل الكبة. طبعا مثل ما قلت لكم التمن اني ما تنقع هواي، تقريبا بس ساعتين تنقع عندي، فما انفتت زايد، مو مشكلة. ضفت ملعقتين كبار جدا من التمن، يعني تقريبا نص كوب منقع، نص كوب منقع، يعني يطلع كوب بعد التنقيع. هنا ايضا ابدي انزل التمن وانزل الكبة، يعني نفس الخطوات مال الشوربة الحمراء. ونترك المكونات الى ان تستوي. طبعا هنا ما ضفت نارنج او حامض، ضفت ملح الليمون. ومن تستوي المكونات طبعا نتركها على نار هادئة الى ان تتسبك عندنا المرقة وتصير الكبة مستوية. نبدي نقدمها، وهاي الشكلين مثل ما تشوفوها قدامكم. كبة جدا ناجحة، عجينتها سهلة وسريعة التحضير الصراحة. يعني أني الأكلة كلها طولت بيها تقريبا ساعتين، ساعتين ونص، يعني تحضير الكبة وسلقها وتبريدها، وبعدين أسوي المرقات اثنيناتهم. فإذا أنتي جايش ضيوف على غفلة ممكن تسويها في ظرف ساعتين. وهاي الكبة من الداخل مثل ما تشوفوها.
إذا عجبكم الفيديو لهذا اليوم وعجبتكم الطريقة أتمنى ما تنسون اللايك، والتقيكم على خير فيديوهات جديدة، ومع ألف سلامة.